بصوا بقى، نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا ايه بقى؟ طبعا كلنا عارفين دي، واللي ما يعرفهاش اخواتنا اللي ما يعرفهاش، يعني دي بطاطا. تمام، بطاطا بطاطا بطاطا، مش مشكلة. مش عارفة، بحب العب بيها كده وانا ماسكاها، بس هحطها علشان ما اقعدش العب بيها كتير. بصوا بقى، انا معايا كيلو من البطاطا، قطعته عشان انجز وقت معاكم. قطعته كده وبالشكل ده، قشرتها الاول. بصوا، انا سبت لكم واحده عشان اخواتنا اللي ما يعرفوش زي ما قلت لكم يشوفوا شكلها. دي البطاطا بتاعت المصريين يا جماعه. بطاطا المصريين. بصوا بقى، اول حاجه طبعا غسلتها، نقعتها الاول في ميه علشان الطينه بتاعتها وكده تنزل، وبعد كده غسلتها وسبتها تنشف. ممكن تغسليها وتبدأي على طول، بس انا كمان يعني ما بدأتش فيها على طول، فسبتها تنشف. بعد كده بقشرها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نسيت اقول لكم اني هعمل معاكم ان شاء الله صينيه بطاطا في الفرن. بصوا، مش عايزه اتكلم كتير عنها. جربوها وقولوا لي اللخبطه دي. كل مره لازم نتلخبط كده مع بعض. ما علينا، جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا هي بتتاكل سخنه، وممكن تاكليها وهي ساقعه، لكن انا بصراحه بحبها سخنه، لان البطاطا اصلا لو مشويه او سلقاها كده على البوتاجاز يفضل ليها يعني تكون سخنه، بتبقى تحفه تحفه. يا سلام، اول ما تقشر بقى كده تشم ريحتها كده، ليها ريحه بسيطه كده، ريحه بسيطه، ريحه البطاطا البسيطه اللي احنا عارفينها دي. هشطفها وارجع لكم. شطفتها بقى كده ولميت القشر اللي اتقشر، قطعها بقى كده كأنك بتعملي صينية بطاطس، بس دي صينية بطاطا. تمام تمام، سهولة، مفيش اسهل من كده. بس هي ايه، جامدة كده شويتين 3 على البطاطس. اسيب بقى كده دول كده خلاص مشطوفين ومتقطعين زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة، خلي الحله اللي تعملي فيها مريحه، يعني ما تكونش على المقاس المظبوط، علشان لسه اللي هنعمله فيها ويعني تبقي واخده راحتك وكده. يعني ما تعمليش المقاس المظبوط بتاع الحله، رحرحيها شويه، رحرحيها، فكيها كده، ربنا يفكها عليك. جبت كمان معايا كوبايه من السكر، حطها بقى عليه كده، وما تكتريش السكر عشان ما تبقاش مسكره معاكي قوي، لان البطاطا اصلا طعمها حلو. فدي كوبايه من السكر على كيلو من البطاطا. ثواني اجيب كوبايه ميه، وادي كوبايه الميه ننزل بيها كده. يبقى كده كيلو البطاطا عليه كوبايه من السكر وكوبايه من الميه. ارفعهم بقى كده على النار، هغطي عليهم. اجيب لكم غدا ولا ايه؟ ثواني. اهو علشان نكون بنعمل كل حاجه مع بعض. كيلو البطاطا عليه كوبايه من السكر وكوبايه من الميه المتفلتره. يعني لو ميه الحنفيه قشطه عادي، لو انت يعني ما عندكيش فلتر، لكن انا الحمد لله عندي فلتر، فحطيت كوبايه ميه متفلتره. تمام كده تمام كده، وهغطي بقى الغطا علشان انا اي حاجه في ايدي بفضل احركها كتير وكده، علشان ما اقعدش احرك معاكم في الفيديو. بس هرفعها بقى كده على النار وهدي عليها، وهتتشرب كوبايه الميه بتاعتها دي، وما تزوديش ميه تاني. ولو كانت ما استوتش معاكي، لو البطاطا بتاعتك عجوزه زودي ميه لو هي ما كانتش استوت، لكن لو كانت استوت قشطه عادي، وكملي معايا اللي احنا هنعمله مع بعض ده. بس كده، خليكي بقى معايا لغايه ما تتسلق وارجع لكم تاني. وراح، خليكم معايا. البطاطا خلاص قربت خالص اهو، شايفين؟ بس انا هسيبها لغايه ما هي تتهرى مع نفسها. في الوقت ده بقى زي ما انتم شايفين كده في ميه، الميه دي ما ترميهاش ولا تعملي اي حاجه. كل اللي عليكي ان انت هتعلي النار. ده لو في ميه زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا حطينا كوبايه الميه والبطاطا كمان بتنزل ميه، فهتعلي النار في الوقت ده. ما ترميش الميه، اهم حاجه ما ترميش الميه دي. تعلي النار تغلي فيها زي ما انتم شايفين كده، وتحط الغطا بالشكل ده. تمام، اللي هو الشكل الموارب ده، علشان البخار يعني وانت قافلاه كده بيطلع، فالميه بتكتر. تمام، يعني وانت قافلاه البخار اللي بيطلع فالميه بتكتر اكتر. لكن انت ترفعي كده علشان البخار اللي يطلع يخرج،
فالبطاطا بقى تستوي تتهرب على نفسها، وهوريكم كل حاجه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، والحله التانية دي ملناش دعوه بيها. زي ما انتم شايفين اهو، لسه فيها برده شويه، عادي جدا. هنضرب بقى كده الهاند بلندر كده بالراحه على مهلك، لاني هسيبها. بصوا بقى، انا جهزت هنا مج من اللبن، وكمان هنا زبيب وجوز هند. تمام، جوز هند مش جوز علا، ها، عشان يعني محدش كده يعني. جوز هند. وكمان فانيليا. طبعا ده قالش علشان بس ما حدش يفكر ان في فعلا جوز علا، لا هو جوز هند بس. انما جوز علا ده قالش يا جماعه. زبيب وجوز هند ولبن والفانيليا. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. هنزل كده عليهم بنص مج اللبن، نصه بس. كمان اهو كده نص المج. وبصوا هضربهم تاني بالهاند بلندر كده معاكم. قبل ما ابدا كده عاوزه اقولك ان انتي ممكن تعمليه في الخلاط وتضيفي عليه نص كوبايه من اللبن علشان الخلاط يلف معاكي وكده، لان طبعا البطاطا بتتقل زي ما. بصوا بقى، انا بعد ما نزلت باللبن على البطاطا نسيت خالص ان كنت اخد نص كوبايه من المج اللي انا نزلت بيها دي، اقلب فيها معلقه كبيره كده من الكريم شانتيه. ممكن نحط نص كمان، مفيش مشكله خالص. بطاطا بقى مع كريم شانتيه، يا لهوي يا لهوي. هقلبهم بقى كده وادوبهم حلو، وتعالوا ننزل بيهم على البطاطا. بعد ما دوبتهم بقى اهو، هنزل بيهم كده وهقلبهم، وهنزل كمان على البطاطا كده وهي سخنه معلقه حلوه كده من السمنه المخلطه اللي كنت عملتها معاكم. نقلبهم بقى كده كويس. هنزل بقى دلوقتي كده بجوز الهند والزبيب، وكمان رشه كده من الفانيليا تديها ريحه حلوه قوي. واقلب بقى كده كل ده في بعضه كده. يا سلام على البطاطا، يا سلام يا سلام يا سلام على البطاطا. هسيبها بقى كده مع نفسها، وتعالوا شوفوا هنعمل ايه في نص الكوبايه الباقي. اكيد كلكم مستنيين تعرفوا انا هعمل ايه بنص مج اللبن الباقي ده. جبت كده معايا بقى نشا. ايوه نشا، ما تستغربوش. هاخد كده معلقتين كده هرميين من النشا واقلبهم كده في اللبن ده. ليه بقى؟ لان دلوقتي البطاطا قوامها كريمي، فلما تدخل الفرن واجي اقطعها كده مش هتكون معايا اللي هي القطعه المتماسكه دي. انا عاوزاها قطعه متماسكه تمام، مش عاوزاها سايبه قوي، يعني اللي هي الحلوه اللي تيجي تقطعي كده ولا هي جامده قوي ولا هي كريمي قوي كده تقوم سايبه مع نفسها كده. فهمتوا قصدي؟ علشان كده سبت نص المج اللبن ده احط فيه معلقتين النشا دول. هنزل باللبن بقى كده اللي دوبنا فيه النشا. طبعا انا بنزل بيه مره واحده علشان ايدي التانية مش فاضيه. هقلب بقى كده بسرعه 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 بسرعه. طبعا انا مهديه النار من تحت شمعة، فايه هخليها عاديه علشان ايه النشا يمسك بقى بسرعه كده. ايديك تقلب فيها كده بقى شويه، وتسيبيها دقيقتين كده تعمل فقاقيع، وبعد كده تطفي عليها.
جاهزه معايا اهو. ننزل بيها بقى كده. الصينيه دي اصغر صينيه في ال3 صواني، ده بعمل فيها يعني كيلو البطاطا على طول. تمام. لكن انتي بقى لو هتزودي الكميه توسعي الصينيه عن كده طبعا. ننزل بقى كده ايه اي حاجه بقى كده جوه، ما نخليش فيها فتفوته. دي بطاطا، دي بطاطا بس كده. نسويها بقى كده. بحب اعمل الحركه دي قوي. وي بس كده بقى علشان الصوت ما يزعجكوش وكده. بصوا، البطاطا طبيعي ان طعمها حلو سواء مشويه او مسلوقه على البوتاجاز زي ما قلت لكم، لكن انا الحاجات اللي ضفتيها ليها دي بتزيدها حلاوه، لكن هي مش بتعمل يعني علشان بس ايه يعني محدش يقول البطاطا اصلا حلوه. يعني كلنا عارفين ان البطاطا اصلا حلوه وتتاكل لوحدها، لكن الحاجات دي بتزيدها حلاوه زي ما قلت لكم. حابه تعملي الطريقه دي وتجربيها وتقولي لي رايك فيها يا ريت، وما تنسيش. بس كده. وصحيح عاوزه اقول لكم مين اللي وصل معايا لغايه هنا كده ولسه ما دست اللايك، ومين ما عملش اشتراك للقناه؟ مين؟ قلت لكم قبل كده 1000 مره قناتي هتكبر بمين يعني غير بيكم؟ انا عاوزه اعرف، انا عاوزه اعرف. عرفوني قناتي هتكبر بمين غير بيكم. بس تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنزل على الوش كده بمعلقه من السمنه المخلطه اللي كنت عملتها معاكم، علشان بقى ايه وهي بتتحمر وكده والتحمير يكون عسل كده زيكم. يا سلام، بطاطا محطوط فيها سمنه مخلطه بلدي على كريستال، تخيلوا طعمها هيكون عامل ازاي. هسيبها بقى كده تهدى شويه، تبرد، بس مش تبرد قوي يعني تهدى. سيبها كده تهدى بس 5 دقايق يعني. بصوا اقول لكم المده نهي. هسيبها تبرد على مغسل شويه المواعين اللي اتعملوا دول، وبعد كده هدخلها الفرن معاكم. خليكم معايا. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بشاميل يا اخواتي، بشاميل، بشاميل او مكرونه بلبن. شايفين الوش بتاعها؟ هصوره لكم برده من ورا عشان يبان لكم اكتر. طبعا هي لسه سخنه، لسه مطلعاها من الفرن. هسيبها بقى تبرد، يعني مش تبرد قوي يعني، السخونيه بتاعتها تقل شويه، شويتين 3 كده يعني، يكون برده فيها ايه لسه شويه سخونيه وكده، لان حلاوه البطاطا زي ما قلت لكم وهي سخنه. لكن مش تكون بتلسع يعني وانت بتاكلي، لا تكون سخونيتها حلوه كده معقوله. فهستنى لما تبرد وبعد كده اقطعها واوريكم. تعالوا بقى اوريكم شكلها من ورا. شايفين بقى شكل القمر بتاعها؟ على فكره الفراغات دي كلها محمره، لكن دول اكتر، فعلشان كده دول ظاهرين اكتر من التانيين. مش عارفه مش باينين ليه، استنوا كده اما احاول اضلله. ايوه، يا سلام يا سلام. شايفين اهو كلها متحمره، باينه في النور مش مبينها قوي، لكن كده اهو بانت اهو. اخدين بالكم؟ شوفوا لما شلت ايدي كده راح اللون راح. بس كده شايفين بقى شكلها العسل ده. تعالوا بقى كده يلا نقدمها مع بعض. جبت بقى كده الاطباق، هقطع بقى كده. سلامتك يا مود. حاسه عايز تبرد كمان، لكن الولد مستعجل مش صابر، عايزها تتقطع علشان عاوز ياكل منها. بس انا حاساها لسه عاوز تفضل كمان شويه عشان تتماسك اكتر. اعمل ايه؟ سيبها كده اسيبها كده؟ ولا اقول لك يعني انت مش عاوزه تبرد؟ سيبها تبرد بقى. هسيبها، هسيبها تبرد كمان شويه. تخري يموت. هسيبها تبرد كمان شويه وارجع لكم. هو اللي قال. بصوا بقى، ده حكم القوي على الضعيف، القوي على الضعيف. احنا زي ما انتم شايفين كده تتحرك كانت عايز تبرد كمان يا جماعه على فكره. لكن هعمل ايه بقى؟ انتوا باسلوبها تبرد كمان شويه. احلى. مودي، مودي، ايه رايك فيها؟ حلو. ايه رايك؟ حلو.
وانا بقطعها قام قال لي الله على الريحه الجميله يا ماما. كان نفسي اكون بصور عشان تسمعوها. دو كده كمان وقول لهم رايك. حلوة. حلوه بس. حلوة يا ماما. ماشي شكرا. بس كده وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تتفرج عليا، وتكتبوا لي كومنت تحت في الكومنتات. وبس كده، مع السلامه، باي.